دايما بنصدق الإشاعة أسرع من الحقيقة، ولما نيجي نثبت الحقيقة نثبتها بصعوبة قوي. يعني ما بنصدق، يعني بنصدق الحقيقة بعد ما تكون الإشاعة خلاص اترسخت في ذهن الناس. والفيلم كان عامل زي الرحلة أكتر منه يعني حاجة تانية. وموقف بقى كمان، يعني موقف كمان مع أخوي علي بدرخان ده، موقف كمان معاه علشان يعني الموضوع اللي اتاخد منه وال 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 الاعتداء اللي حصل ده، أو لا إيه يعني الموضوع اللي كان اتاخد واتعمل، وهو اللي كان اشتغل فيه 3-4 سنين، وكنا كلنا متفقين على الفيلم اللي احنا هنعمله، لكن كان فيه ظروف كتيرة جدا أجلت الموضوع وكده. وبعدين جم بعض الزملاء وراحوا واخدينه وعاملينه وكأنه يعني هو مش بتاع أي حد ولا أي حد تعب فيه. كان موقف طبعا مش ظريف أبدا أبدا أبدا. فلهذا السبب برضو أنا يعني اشتغلت وأنا تعبانة، يعني لهذا السبب برضو اشتغلت وأنا قلت ده موقف مش عمل يعني بالنسبة لي أنا صحيح، لأن أي عدوان ما تحس كده إنه يحصل بشكل يعني سافر بالشكل ده، طبعا حاجة مش أنا مرضاش عنها. أهم ذكرى يعني احنا كنا انفصلنا، وانا كنت بعمل فيلم وكان في ناس تانيين بيعملوا نفس الموضوع كنوع من يعني السطوة على الموضوع يعني. فهي كانت مريضة وعرفت بالموضوع، فنزلت تشتغل فيلم وهي عيانة بتاخد حقن يوميا في ظهرها عشان تقدر تقف. فطبعا ما اقدرش انسى ده. تعتقدي ايه اسباب نجاح فيلم رغبة متوحشة، او كما تقولي يعني انه استبق يعني او سبق الراعي والنساء؟ مش عارفة، يعني أنا حاسة رغبة متوحشة كانت شكل غريب، شكل جديد. معرفش يعني اللوكيشن نفسه كان غريب. مش كان في الراعي والنساء اللوكيشن برضه؟ معرفش يعني أنا معلش أنا مش قادرة أقيم صح، إنما اللي أقدر أقوله لك إن رغبة متوحشة عجب الناس أكتر مع إن هي نفس القصة، لكن الأتموسفير مختلف. الأداء، الشخصيات شكلها غريب، جديدة كلها. معرفش عجب الناس أكتر بكتير. بكتير. طب يعني عندنا تصريح كده على الشاشة نشوفه. أنا ما عجبنيش رغبة متوحشة كفيلم، ما عجبنيش، فبالتالي مش هيبقى، مش لأن أنا عامل فيلم شبهه أو إن هو اتعمل. وأنا ساعة ما أنا كنت بحضر هذا الفيلم فجريوا وأخدوا الموضوع وعملوه وعايزين يسبقوا يعملوه، دي قضية أخرى، دي قضية أخرى أنا ما بناقشهاش. لكن أنا كمشاهد دلوقتي بتفرج على الفيلم ما حبيتش الفيلم، ما حبيتوش. فأنا أقول لنادية الجندي لازم تعيد حساباتها وتفكر كويس. هو الموضوع مش مشكلة في الشكل اللي قدمه خيري بشارة، ولكن كان في الورق المكتوب اللي دخلوا عملوه بسرعة بدون إعداد جيد. وأعتقد إنها لو عملت تجربة أخرى مدروسة جيدا مع خيري بشارة هتحقق نجاح أكتر من أعمال كثيرة هي عملت. ايه تعليقك بقى على أستاذ علي بدرخان؟ والله دي يعني ده رأي شخصي، رأي شخصي يحترم، ده رأيه كده، هو رأيه هو كده. لا طبعا ما فيش، مش يعني مش غايبة ولا حاجة. أنا كنت تعبانة شوية، يعني فعلا كنت تعبانة شوية وكنت متضايقة وكنت غضبانة، كنت غضبانة جدا، يعني غضب شديد قوي قوي قوي. وأتمنى إن يعني تبقى في يعني مجال أكتر أو اهتمام أكتر بالسينما والسينمائيين، علشان يعني نقدر إن احنا نقدم فن للجمهور أحسن، لأن السينما طبعا في محنة ومشكلة
ولازم يعني يبقى فن السينما من الفنون اللي يعني ما تلاقيش مشاكل كبيرة قوي كده يعني، لانها قريبة قوي من الجمهور وبتعمل له نوع من التوازن الكويس. انما لو احنا بقى زي زمان ما كنا بنشتغل في مش مسألة تدقيق، لا يعني تدقيق واتقان، لا في وقت. دلوقتي ما فيش وقت لانك انت تعملي الحاجة مظبوطة، يعني خلاص في كده نوع من الافتراض عليك انك لازم تكلفتيها. ان الواحد بقى يعني في وسط بقى الحاجات دي ان تطلع مشاهد حلوة، دي بقى تبقى حاجة غريبة. يعني دي اللي حاجة غريبة، مش المشاهد اللي مش قد كده، هي اللي مش غريبة، وده صحيح فعلا يعني.